خليني اروح لابو الشوق اسالك على اشرف داري، قصته ايه؟ هي دي اشرف داري. يا دي اشرف. اشرف داري تقريبا كده رفض اكتر من 10 عروض في الاسبوعين اللي فاتوا. اكتر من 10 عروض، لا يقل عن 10 عروض باي حال من الاحوال. من مصر وخارج مصر. وخارج مصر. وده مخلي برضو الناس في النادي الاهلي قلقانين شويه. يعني هو كان الاتفاق اتفاق ودي بحت انه هيوقع على ورقه الرفع من القائمه، وفعلا وقع عليها، اترفع من القائمه. اتفاق ودي بيقضي بانه هياخد مستحقاته لحين الانتقال لفريق من الدول اللي فاتحه القيد الى حد ما. ده ما بيحصلش حتى هذه اللحظه. القلق جاي من فكره ان هو يطالب بكامل مستحقاته، كامل مستحقاته تعمل 2.5 مليون دولار، وبياخد $1 مليون في الموسم. باقي الموسم ده وموسمين كمان. ماشي. المعلومات اللي عندي انه اشرف داري كان بيتكلم مع مسؤولين في النادي الاهلي على فكره انه متمسك بالانتقال لاحد الانديه عشان واخد وعد من وليد الركراكي مدير الفني لمنتخب المغرب انه بمجرد مشاركته هيكون ضمن القائمه بتاعه كاس العالم. وده اللي مخلي المسؤولين في النادي الاهلي شايفين ان اشرف داري مش من مصلحته ابدا يقعد على الدكه او يقعد بره خالص بقى، يعني يقعد في البيت. مش مصلحته ابدا، وبالتالي هينتقل لاحد الفرق قريب. طب لو ما حصلش ده، اللي عمله النادي الاهلي هو بيحمي النادي الاهلي من فكره قضيه الفيفا. ان هو وقع على الورقه بتاعه الرفع من القائمه، ماشي، مقابل انه ياخد فلوس. الفيفا مقياسها ايه في الموضوع؟ مقياسها انه ياخد فلوسه، اللاعب ياخد فلوسه. ماشي. طب الفيفا طبعا بتنتصر لاي لاعب للخروج من القائمه، بس ده موقع على الموافقه. فاصبح كده الاهلي امن نفسه من فكره رفع القضيه في هذا الاطار. ده مش بس كده، ده مد الاهلي بالموافقه على ان الاهلي صاحب حق تسويقه. مظبوط. يعني وده كورق يدل ان في تعاون ما بين الطرفين، مفيش خلاف يعني. لكن اعتقد ان اشرف داري في النهايه هينتصر للعقل في فكره اللعب، واكيد هينتقل لاحد الانديه. وانا عندي معلومه انه جاله عرضين في الساعات الاخيره بيناقشهم مع وكيله ووالده الاختيار بينهم يعني. ده في طرح اخر عرضه اشرف داري على النادي الاهلي. ايه هو انه ده اضافه لكلام الامام محمود طبعا. انه يطلع اعاره الست شهور اللي جايين على النادي الاهلي، يديله وعد لما يخلص الاعاره يرجع تاني للنادي الاهلي. كويس. بيكون متاح يعني. لا يرجع تاني. وعايز يرجع تاني ويقيد يعني. وكمان النادي الاهلي يتحمل جزء من راتبه، ومقابل الاعاره اللي هو طالعها هياخدها اشرف داري. ماشي. فالنادي الاهلي لا، طالما هدفع فلوس وانت هترجع تصدر لي نفس المشكله، لا لو مش هتطلع على الاعاره بتاعتك وتمشي وخلاص، يعني تطلع بيع، خلاص الموضوع انتهى، وتتعاقد مع النادي اللي انت رايحه كبيع، لا اشوف القصه بالنسبه لي اللي انا اسوي المستحق بتاعتك. فالعمليه رايحه في مفاوضات او في تفاوض مع النادي الاهلي. غالبا لو ما مشيش او لو مشي على سكه الاعاره ورجع برضه صدر النادي الاهلي نفس المشكله، هيتم تقسيط مستحقاته على سنه. في بديل لديانج ولا لا؟ بيتجهز؟ عندك معلومه ولا حتى لا؟ اللحظه الحاليه حتى اللحظه الحاليه اللي بكلمك فيها ان كل الناس اللي حوالين ديانج وبما فيهم وكيل ديانج نفوا للنادي الاهلي، وسئل ديانج في القصه دي نفوا انه وقع للنادي فرنسي. هو لم يوقع النادي فرنسي، ولكن في اتفاق. في اتفاق. هو الفكره كلها ان ديانج، ايوه الناس كلمته من بيراميدز، حصل. وقبل والكلام بتاع المدير الفني للمنتخب المالي امبارح ان جاله عرض من الامارات اثناء فتره الانتقالات الشتويه، عرض كبير حصل واللاعب رفضه، وجاله 3 عروض من انديه سعوديه. ده على فكره الكلام ده وفقا لكلام وكيله معايا، يعني انا ما بقولش كلام بدماغي. جاله 3 عروض من انديه سعوديه، وطلبوا من وكيله، الكلام ده في فتره الانتقالات الشتويه، طلبوا من وكيله يشوف اللاعب يخلص من النادي الاهلي ازاي، وعرضوا عليه مبلغ يفوق اي مبلغ من الممكن انه يتاخد هنا. عشان بس الناس بتتكلم على فكره ان ديانج بيعمل كده عشان يروح بيراميدز، لا. ماشي. الفلوس اللي اتعرضت على ديانج انه يطلع للسعوديه والامارات اكتر من اي مقابل من الممكن يعرض من بيراميدز عليه. ماشي. بالمناسبه ديانج علاقته حتى بالمسؤولين في النادي الاهلي علاقه كويسه جدا ممتازه يعني. وعلى فكره مدرب طب فايه يعني؟ طيب لا هو في النهايه لحد اللحظه دي هو عايز معلومات، يعني هو عايز مقابل مادي اكتر من المعروض عليه.
او الانتقال لنادي فالنسيا، يا كده يا كده. هو ده التفكير اللي عند لما النادي. اتسأل إبراهيم. مدرب منتخب مالي كان له تصريحات امبارح اتكلم فيها كويس قوي قال لك عن إنه علاقه وفاء ديانج للنادي بالاهلي، الأهلي. ماشي. وقال لك هو متمسك كل ده عنده كويس، وفاء كل للأهلي ده قوي. كل ده كويس، بس في الاول وفي الاخر النادي الاهلي منتظر ان زي ما اتكلمنا في فكره انه إعادة الهيكل. يطرح على ديانج عرض جديد. واعتقد بقى ده ممكن يكون من الناس الجديده اللي هتيجي، في ناس يكون عندها قدره في التفاوض افضل من الناس الموجودين حاليا. لان النادي الاهلي شئنا ام ابينا في مشكله في الفتره اللي فاتت في مساله التفاوض مع اللاعبين، سواء اللي داخلين او اللي خارجين او الناس اللي بتجدد. في مشكله واضحه وتحط ايد الناس عليها، ولكن الوقت اللي كان فات كان ضيق جدا انك تجري تغييرات على المنظومه، وبالتالي قد يكون في عرض جديد من الناس اللي بس خد موجوده. بالك يا خالد، طيب، عايز ديانج أروح- مش قضيه تفاوض. طيب عايز اروح اكمل لك بس يا لشوقي. إبراهيم، انا اسف معلش. ديانج بس ما اتسال على موضوع فالنسيا نفى تماما زي ما خالد بيقول التوقيع. ماشي. الاهلي هيقدم له عرض بحوالي 1.6 مليون دولار الى جانب امتيازات اخرى، بونص كبير جدا في البطولات والمشاركات، وعقد اعلاني من شركه الكره. ده عرض النادي الاهلي يعني. بالنسبه للزمالك، هيحل ازاي مشكله القيد، ايقاف القيد؟ هل في شغل على القصه دي ولا لا؟ طبعا، لان هو كمان الموضوع في ناس مش واخده بالها منه. الموضوع مش مجرد قيد، القيد خلاص قفل. فالناس فاكره انه خلاص الزمالك ان شاء الله ما يفتح القيد المره الجايه في شهر 8 يبقى ان شاء الله وقتها يحل القيد. لا، هو الزمالك مطالب انه يحل كل القضايا عشان الرخصه الافريقيه زي ما الاستاذ ابراهيم بيقول. 31 مايو لازم الزمالك يكون حل القضايا. هيكون القضايا بشق من الاثنين، يا اما تدفع الفلوس اللي عليك يا اما توصل لتسويات. الزمالك عليه كام دلوقتي حتى هذه اللحظه؟ 4 مليون دولار. بسم الله الرحمن الرحيم، 4 مليون دولار، ولسه في قضيتين ثلاثه لسه بيتم مناقشتهم، ممكن يجي فيهم حكم في اي وقت، زي مشلاك، زي سامسون، زي النادي السويدي اللي هو كان بيلعب فيه عمر فرج. فانت ممكن تلاقي موضوع الزمالك عليه حوالي 6 مليون دولار. كويس. طيب الزمالك قبل 31 مارس اي قضيه هيتحكم فيها قبل 31 مارس الزمالك مطالب ان هو يسويها قبل 31/5 عشان الرخصه الافريقيه. الزمالك في الوقت الحالي عشان كده حتى الزمالك كان في شويه فلوس، قالك ممكن نحاول نوصل للتسويات وندفع الجزء ده ونحل من دلوقتي. لا، هو الزمالك قال لك خلاص، طب كده اصلا في الوقت الحالي مفيش حاجه متاحه في السوق، فخلينا القيد مقفول. بدا الزمالك في الوقت الحالي بيحاول يحل ان هو بيحاول يجيب فلوس. معلومه عندي جات لي من احد المصادر داخل نادي الزمالك، اتمنى ان شاء الله باذن الله تبقى صح، ان في انفراجه كبيره ماليه داخل نادي الزمالك في الفتره الجايه. الامور بتتحل بشكل جيد في الناحيه الماليه في نادي الزمالك. قد يكون خلال شهر او شهر ونص الامور كلها داخل نادي الزمالك اتحسنت بشكل كبير جدا، بشكل غير متوقع. وبناء عليه سواء كده الموضوع اتحل او ما اتحلش، الزمالك في الوقت الحالي بدا يحوش، او زي ما بقول لك يلم الفلوس اللي يقدر بيها يحل القيد، لان الزمالك مش قد فكره انه ما يقدرش ياخد الرخصه الافريقيه. في الاخر الرخصه الافريقيه 31 مايو، ساعات الكاف بيدي يعني مهل مثلا لغايه اخر 6، بس في الاخر انت قبل 31 مايو عليك حوالي 11 قضيه لازم تحل كلهم، يا اما تديهم فلوس كاش يا اما تقدر تقسط. عظيم. هروح لفاصل اخير وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم.